سامعين صوت القرمشة؟ في الفيديو ده جبتلكوا كل اسرار الفراخ الكريسبي اللي هتخليها مقرمشة جدا من بره وطرية من جوه، وطعمها احلى بكتير من اللي بتجيبوها من المطاعم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نشوف الجمال ده بيتعمل ازاي. هنجيب 3 معالق كبار زبادي، عليهم ربع كوباية عصير ليمون والتوابل اللي هكتبها لكم في الكابشن، ونقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده هننزل فيهم صدور فراخ نكون مقطعينها ستريبسات بالطول بالشكل ده، ونقلبهم مع خلطة التوابل اللي احنا عملناها، ونسيبها على الأقل ساعتين. بعد كده هنعمل خليط التغطية. هنحط كوبايتين كبار دقيق، عليهم نص كوباية نشا، ونفس التوابل اللي حطيناها مع الزبادي في تتبيلة الفراخ، ونقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده هناخد جزء منهم على جنب وهنقلبهم مع كوباية كورن فليكس مطحونة، والكورن فليكس هنا بيدي قرمشة ولون خطير للفراخ. هناخد استريبسات الدجاج واحدة واحدة كده، الأول على الدقيق العادي اللي من غير كورن فليكس، هنقلبها كويس ونضغط عليها عشان تعمل الكرمشة اللي بتبقى على الفراخ من بره. وبعد كده هنغطسها في مية عادية من الحنفية، وبعد كده هنغطيها مرة كمان بالدقيق المخلوط بالكورن فليكس، وده هيبقى شكلها. هندخلها التلاجة لمدة ساعة عشان الدقيق يمسك فيها كويس وما يفكش في الزيت. في زيت سخن وغزير هنقليهم لحد ما تاخد لون حلو من بره، واستريبسات الفراخ ما بتاخدش سوا خالص، يعني اول ما تاخد لون كويس هتكون استوت من جوه. وما ننساش اننا اول ما بننزل الفراخ في الزيت بنخلي درجة حرارة الزيت متوسط. بعد ما بتاخد لون حلو بنطلعها على مناديل المطبخ او على صفاية زيت، وبعد كده بنقدمها مع الصوصات اللي نحبها. سهلة جدا وسريعة بجد، لو جربتوها استحالة تشتروا كريسبي الفراخ تاني من بره. وكده الوصفة خلصت، انا متأكدة انها هتعجبكم. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه في الكومنتات.